سمعنا كلام كتير إن في ناس مش حابين البطولة، والبطولة مهزأة، والبطولة مش منظمة، وكلام كتير موجود على النت. بس للأسف البطولة دي مش واخدة حقها. إحنا بنتجمع في القهوة مش عشان خاطر الكورة بتاعتها، لأ إحنا قاعدين بنستمتع بالعبث، هي جزء مننا. عشان كده أنا طالع أقول لكم أهم حاجة حصلت في البطولة السنة دي. عمركم سمعتوا عن منتخب يصعد من غير ولا جول؟ والله العظيم زي ما بقول لك، منتخب السودان صعد، لعب 3 ماتشات، كسب ماتش واحد فيهم وأون جول، يعني هو حرفيا ما جابش جول. أول جول يجيبوه كان دور ال 16 وطلعوا، كأن القدر ضدهم، هتجيب جول اطلع، أساعدك هتكمل. تاني حاجة، لعيب أعمى، واللعيب ده بقى من أهم نجوم البطولة وخد مان اوف ذا ماتش. مش الشناوي، في لعيبه كتير قوي غير الشناوي. واحد اسمه جورجي مينورو، اللعيب ده في بوركينا فاسو. اللعيب ده قصته بسيطه ومؤلمه، بس هي رساله للعيبه اللي بتعاني من المعاناه دي. اللعيب ده كان بيلعب في الدوري الامريكي، مره واحده عمل حادثه، عينه الشمال كلها اتدشملت، وفرقته قررت انها تستغنى عنه. بس اللي عجبني فيه اصراره، اللي هو لازم ارجع عشان خاطر حبي للكوره. في خلال 3 أسابيع نجح ورجع واجتهد، كأنه عنده الضمه، مش واحد اعمى خالص. بالمناسبه هو لعب في كاس العالم للانديه، وده اللي شجع منتخبه بوركينا فاسو ان هم يستدعوه. وسبحان الله، كأن القدر بيلعب لعبته تاني، بقى من نجوم البطوله في دور المجموعات. نزل في الدقيقه 88 كسب منتخب بلاده في الدقيقه 94. سبحان الله، لعيب اعمى، منتخب يصعد من غير ولا جون. هي دي حبنا للبطوله، مش مجرد كوره، بس الكوره موجوده في كل الدوريات، انما البطوله دي فيها اللي مش موجود ولا بطوله. هي دي البطوله الحقيقيه اللي احنا مستنيينها، وده اللي الحكام بيعملوا عكسه. حكم مصري عادي، امين عمر، بيحكم ماتش بين الكاميرون والجابون. الطبيعي يا اما يتكلم فرنساوي او انجليزي، لا، التاتش المصري لازم يطلع على العلن. راح وقف حارس الكاميرون، قال له وقف يا ابني في فار. طب والحارس الكاميرون هيفهم؟ اكيد مش هيفهم. فالحارس الكاميرون لعب وراحوا بالهجمه لحد فين وفين، افتكر اللي معاه صفاره، قال له ستوب انف. انا قلت هيرجع للفار، لا، راح عاد الهجمه من الاول. بس ده اللي حصل فعلا. سبحان الله، المصريين دايما موجودين في اي بطوله. هتقول لي في المغرب، هتقول لي في جنوب افريقيا، المصريين موجودين. بس بقى اللي مجنني في البطوله دي بالذات ولا اللعيبه ولا الحكام، الحاجات اللي بتحصل عند الجماهير في المدرجات. ماتش الجزائر شفنا واحد من الجمهور لابس بدله سيلفر في سيلفر، محدش عارف هو مين، قلنا نستنى الاعلام يتكلم، برضه محدش عارف هو مين. طب يا جماعه، مصطفى محمد قولوا لنا. وعلى النقيض التاني ماتش الكونغو، واحد بيفضل واقف 90 دقيقه عامل كده، ده لو بيعملها في الدول الاوروبيه كان زمانه اتعدم. طلع عرفنا اللي هو اصلا بيعمل كده تحيه للزعيم بتاعهم، وعشان كده هم خايفين من الزعيم شكلهم، وعاملين بطوله كويسه قوي. اللعيبه اللي افتكروا اصلهم مره واحده، كل واحد نام صحي، انا نسيت حاجه، منتخب بلدي اللي انا بعدت عنه بقالي 30 سنه. واحد زي مبابي ده، يعني انت مامتك جزائريه وابوك كاميروني، احضر ماتش اللي حد فيهم، راح تحضر للمغرب. يعني انا عارف اعز الولد ولد الولد، انما الصديق دي غريبه. كل ده عشان اشرف حكيمي كان بيحبه، يعني اما احنا كلنا بنحب اشرف حكيمي، عزم حد فينا يعني، فعادي والله. بس ده برضه منسيش اصله، راح حضر ماتش للجزائر وماتش للكاميرون، اتمنى ما يزعلش ولا ابوه ولا امه. اللعيبه بالمناسبه فايز العمري. بس في لعيبه تانية بقى، هم دول اللي استغربتهم، انتوا جايين تعملوا ايه؟ مفيش حد يعرفه اصلا، سواء كوندي او تشاوميني. كل واحد افتكر ان في بلد سابها من زمان قوي، والبلد دي هي الكاميرون.
اول ما راحوا يتفرجوا على الماتش اتعادلوا، اول ما مشيوا الكاميرون كسبت ماتشين. دايما الاوروبيين بيحطوا مناخيرهم في اي حاجه، اول ما بيحطوا مناخيرهم بيبوظوا. بس بقى الغريب بالنسبه لي مش العبث ده، في عبث احسن من ده بكتير قوي على مدار السنين. بس في لقطه بقى دي بالنسبه لي والله العظيم انا لو مكان الاعلام بتاع المغرب اعملها ميمز كده على البطوله. سعفان الصغير وهو بيحتفل وبيركع على حسام حسن، استغفر الله العظيم. يعني الراجل يمسك في اي حاجه راح مسك في رجل حسام حسن، يعني الحمد لله هو يلحق يمسك حاجه، يعني مش اي حاجه تانية. يعني يا حسام يا حسن في حد يعيط عشان محمد هاني اتطرد؟ احنا كلنا فرحنا وهيصنا، انت راح تعيط؟ ده اكيد دموع الفرحه، اكيد دموع الفرحه. الراجل من ساعه ما طرد واحنا لعبنا احسن ماتش في البطوله بتاع جنوب افريقيا، احسن ماتش لعبناه لما محمد هاني اتطرد. احنا شفنا مستوى زباله من محمد هاني. بس مش البطوله دي اللي شدتني عشان اتفرج على البطوله او افريقيا. افريقيا من زمان قوي وهي مليانه حكايات وغرائب وعبث. اول حاجه بالنسبه لي شدتني كان نفسي اعرف البطوله دي بدات امتى، بدات ازاي 16 فرقه بيتنافسوا وهل هم كانوا 16 فعلا؟ لما جيت دورت وبحثت لقيتهم اول بطوله اتعملت سنه 57 في السودان. كانوا 4 فرق: مصر، السودان، اثيوبيا، جنوب افريقيا. جنوب افريقيا عشان تحلل البطوله راحت انسحب، والانسحاب غريب. جنوب افريقيا وقتها كانت بيض، والله العظيم مش سمر خالص، وعملوا عنصريه اللي هم احنا ضد السمر. فراحت السودان اتضايقت، قال لك هنمنع اي حد ابيض يخش المنتخب. في الوقت ده كانت مصر والسودان واثيوبيا خلاص بدأوا اول بطوله في التاريخ عام 57. حرفيا انت كان ممكن تنام ساعتين تصحى تلاقي منتخبك كسب اول بطوله في تاريخه. منهم كان بيلعبوا على السد اللي هيكسب هنديله حته ارض زياده، يلا فيش يا عم. وفعلا مصر كسبت اول بطوله، قلنا الحمد لله. نيجي بقى اللي بعد كده، ايه الانسحابات اللي بتحصل دي؟ يعني مصر في عز ما هي قويه تنسحب 3 مرات؟ والله العظيم يعني كان ممكن يبقى عندنا 10 مش 7. اول انسحاب حصل لمصر كان 65 ضد تونس، والسنه دي سنه عبثيه هنعرف ليه بعدين. اول انسحاب حصل لمصر قال ايه؟ الرئيس التونسي عامل خلافات سياسيه في مصر واحنا عندنا دم شويه، عندنا نخوه، فاحنا انسحبنا. قال لك بلاش فضا، نركز على الدوري المصري، نشوف القرف بتاع الدوري المصري، نستمتع بجماله. تاني انسحاب، وده مش انسحاب، ده ظرف حصل ايام حرب النكسه 67. وبالمناسبه هي البطوله كانت بعدها بسنه مش في وقتها، بس ما كانش في حد فاضي، كله في الجيش، خلاص نعمل ايه بقى؟ تالت واحده وهي 82، ودي البطوله اللي معمر القذافي بالمناسبه لعبت في ليبيا. معمر القذافي كان لسه ماسك بيعمل سياسه جديده، وده اللي خلى المصريين ما يحبوش السياسه دي، فقال لك احنا انسحبنا من البطوله دي. دي مصيبه بقى لما السياسه تخش في الكوره، حاجه تقرف. قلنا كذا مره ما هندخلش السياسه في الكوره، دي حاجه ودي حاجه، دي ليها ناسها ودي ليها ناسها. بس الانسحاب بقى اللي انا استغربت ان هو حصل اقوى منتخب افريقي سنه 96 بالظبط، نيجيريا، عهد جيزي اوكوشا، اهم لعيب افريقي في الفتره دي. البطوله دي اتلعبت في جنوب افريقيا، شفت القدر يا اخي، اتمنعت مره، انسحبت، قال لك بقى نجبر اللي قدامنا ينسحبوا، وده اللي حصل. وبسبب برضه ظروف سياسيه الله اعلم بقى هي، او كل ما حد ينسحب يلا سياسه، يلا اللي بعد. فاكرين سنه 65 اللي قلت لكم هنعرف بعدين هي ليه عبثيه؟ انتوا فاكرين الكاس اللي موجود ده هو ده الكاس الحقيقي؟ لا مش ده خالص. زمان كان الكاس بيتعمل بالفضه، واول واحد عمل الكاس ده
اسمه عبد العزيز عبد الله بالظبط. يبقى البطوله دي في الاول كان اسمها عبد العزيز عبد الله. مين عبد العزيز عبد الله ده؟ واحد مصري مهندس، كان اول واحد ياسس الاتحاد الافريقي. اختار مكان حلو، غانا. اشمعنى غانا؟ والله ما اعرفش. عمازون كان بيحب واحده هناك، بس مفيش سبب غير كده. فغانا كسبت البطوله 3 مرات، 65 و68 و57. وهي عشان كسبت البطوله 3 مرات فتعمل لها كاس مخصوص. بالظبط كده، كاس مخصوص من فضله تفضل معاهم طول العمر. بس هي بالمناسبه قعدت بالظبط 3 دقايق واتسرقت. ليها كاس مخصوص، حرامي مخصوص دفن الاتحاد الغاني، سرق الكاس، مشي كأن لم يكن حاجه، محدش شافه. فده اللي خلى الاتحاد الافريقي يشغل دماغه. فضه يعني خفيفه، لا احنا سندها اتقل. طب اتقل ليه يا عم؟ ما الحرامي هيشيلها برضه. لا دي هتبقى اتقل، هتتقله عقبال ما ينزل احنا شفناه. يا عم ماشي اللي انت شايفه. طب الحكام بقى، الحكام دول فين؟ لا دول حبايبنا بقى. زي ما امين عمر كان بيعمل عبث في البطوله دي، يعني في البطولات اللي فاتت شفنا اعبث من كده بكتير. عمرك شفت ماتش بينتهي من غير صفاره؟ والله هو ده. ماتش تونس وموريتانيا، تونس ومالي، الماتش اتلعب 85 دقيقة. والله والحكم تعب، قال لك دي ضربة شمس خلاص. فاكر نفسه أكرم حسني في فيلم البدلة. تعبت يا جماعة، ما تبقى بني آدمين. لا 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 لا، لجنة حكام ده احنا هنقيل لجنة الحكام عشان خاطر الحكم ده يا جماعة مختل عقليا، ما عندوش فكرة من الآخر. تعبت خلاص، شوفوا حد بعدي. والحكم مشى اللعيبة خلاص، عمل اللي في دماغه. الفار فين وفين لما افتكر في ماتش بيتلعب قال لك ستوب، رجعهم تاني. طب الحكم يسكت؟ لا، راح علق على الفار وعلق علينا كلنا. صفر في الدقيقة 89. خلاص هو كان حالف بالطلاق، الدقيقة 90 دي مش هترن في الملعب. ولا الحكم اللي كان بيحكم ماتش النيجر ومش عارفوا مين فيهم اللي خد فاول، فضل يدور على أي حد لقى كل أسود. قال لك يلا أقرب واحد يلا إنذار. مين بقى؟ مش بتاعتي، مش مشكلتي والله. أقرب واحد ليا أنا هديله إنذار. طب والله بذمتك بعد كل العبث اللي احنا بنسمعه ده، مش حرام البطولة دي تتلعب كل 4 سنين؟ يعني هو الاتحاد الأوروبي عايز يعمل إيه تاني؟ يعني اليورو مخليها 2 سنين، كل البطولات 2 سنين، اشمعنى جت على البطولة دي بتاعت أرمط وعايز تخليها 4 سنين؟ منها يعني بتجيب ملايين. طب انتوا عايزين مننا إيه؟ والله العظيم يعني أنا مع حسام حسن طلع قال لك حرام البطولة دي تتلعب كل 4 سنين. ده من حلاوتها والعبث بتاع، أنا والله بستناه من سنة للسنة. يعني أنا مستني البطولة الجاية، أنا ما أعرفش هتتلعب فين، بس أنا مستنيها والله.